السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد النهاردة من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن جنيه 2007 وجنيه 2005 وإيه اللي بيتباع بالظبط، لأن في أسئلة كتير جاتلي. معانا جنيه 2007 وجنيه 2005. هنعرف في الفيديو ده إن شاء الله كل التفاصيل عن الجنيه 2007 وجنيه 2005 وإيه اللي بيتباع. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، ومعانا أول حاجة جنيه 2007. جنيه 2007 أهو. ده بيتقال إن هو ب100 جنيه حاليا. طيب، جنيه 2005 ليه إصدارين. الناس كلها عارفة ان هو ليه اصدار واحد، لا، جنيه 2005 ليه اصدارين. طيب، ايه هما الاصدارين؟ الاصدارين في اصدار ينجذب للمغناطيس وجنيه لا ينجذب للمغناطيس. طيب، اول حاجة ده لا ينجذب. معظم الناس بتجمع اللي هو ده، واضح كده. طيب، ده اللي بينجذب 2005 برضه اهو، حتى الشكل واضح ما بين الاتنين اهو. ده 2005 برضه. طيب 2007 فعلا بيعمل 100 جنيه مصري. ها، جنيه 2007 ما بيعملش السعر ده خالص. هو اللي بيتباع اللي هو جنيه 2005 اللي بينجذب للمغناطيس، اللي هو ده اللي بيتباع، وده اللي فعلا سعره بيصل لل100 جنيه مصري، اللي هو 2005 اللي بينجذب للمغناطيس، لأن ده يعتبر خطأ سك. إنما ده اللي بيحب مثلا يشتريه يحتفظ بيه، بيشتريه مثلا ب5 جنيه، يعني ب10 جنيه. الحاجات دي كلها أسعارها بتكون مش غالية، اللي هو لا ينجذب، أسعاره مش غالية. لكن اللي بينجذب للمغناطيس ده يعتبر خطأ سك، وده اللي بيعمل 100 جنيه مصري. أما 2007 ما بيعملش السعر ده خالص، والجنيه بجنيه، لأن مفيش حاجة تميزه، ولا ليه إصدارين، ولا في أي حاجة تميز جنيه 2007. ها، مفيش حاجة تميزه خالص إن هو يعمل السعر ده خالص، والجنيه متداول، الجنيه بجنيه. لكن 2005 ليه إصدارين وهم واضحين اهم، حتى الشكل ده من الشكل ده باين خالص. ده بينجذب، ده لا ينجذب اهو، الشكل واضح. وده اللي هو بينجذب، هو ده اللي بيكون مطلوب، وده بيكون خطأ سك، وده اللي سعره بيصل لحد 100 جنيه مصري. لكن اللي هو 2005 لا ينجذب، سعره ما بيطلعش عن 10 جنيه مصري، لأن ناس كتير مجمعة منه كميات كبيرة وتيجي تبيع مش هيتباع. اللي بيتباع في 2005 اللي هو بينجذب للمغناطيس. أما 2007 ملوش أي قيمة، وقيمته الجنيه بجنيه. طيب، الناس اللي معاها عملات كتير ومش عارفة تباعها هتباعها ازاي؟ أول حاجة قبل ما تبدأ إنك تفكر تبيع عملاتك، حاول إنك تفرزها، تطلع في عملات مثلا سعرها بيكون سعر القطعة 20 جنيه مصري، وفي قطعة بتعمل 25 جنيه و30 جنيه. طيب، هعمل ايه بقى في الحالة ديت؟ في الحالة ديت هتبدأ تجمع عملاتك اللي هي مثلا ايه، اللي هي ب20 وب25 وب30. هتبدأ مثلا ايه، القطعة اللي هي ام20 ديت تجمع 5 قطع مثلا، وتبيعهم ب100 جنيه عن طريق معاك أوليكس وجروبات الفيسبوك. تبدأ
انك تبيع مثلا ايه الاربع قطع ب100، وفي اللي هي القطعة اللي هي ام 25 جنيه تبدأ تبيع الاربع قطع ب100 جنيه عادي خالص. طيب في الناس اللي هي معاها عملات نادرة. عملات نادرة اللي هي مثلا ايه 10 مليمات الصقر نحاس لسنة 1980، أو 5 مليمات الصقر ألمونيوم لسنة 1973. الحاجات دي تعتبر نوادر ومطلوبة منها كتير جدا الأيام ديت هي من النوادر. تمام. طيب هنبيع ازاي العملات اللي معانا اللي هي مثلا 4 قطع ب100 و5 قطع ب100 والحاجات ديت؟ هتبدأ انك تصور ال4 قطع وال5 قطع وش وظهر، تصور العملات وش وظهر، وتبدأ تروح لتطبيق أوليكس. ده يعني طريقة سهلة جدا انك تقدر تبيع العملات بتاعتك داخل مصر. تبدأ تصور العملات وش وظهر، وتبدأ تعمل إعلان على تطبيق أوليكس، وتكتب بيانات العملات اللي معاك بالظبط. وأهم حاجة تحدد السعر اللي هو كام. اللي هو مثلا إيه، هتحط عملات ب100 جنيه، حاول إنك تكتب السعر اللي هو 100 جنيه. ما تحطش الأرقام اللي هي إيه الخيالية، إنك تحط إيه 1000 جنيه و2000 جنيه. كده المشتري مش هيكلمك ولا هيشتري منك العملات اللي أنت عارضها وعايز تبيعها. واضح كده يعني؟ تحط العملات 4 قطع أو 5 قطع، لازم جدا تكتب السعر. وهو مثلا إيه، هتحط عملات ب100 جنيه، حط ال100 جنيه السعر بتاعها. حط عملات مثلا ب200، حاول تكتب ال200 جنيه، ما تكتبش إيه 1000 و2000 جنيه، لأن كده أنت مش هتعرف تبيع عملاتك. طيب الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. هتدخل تنضم للجروبات دي برضه، وتقدر انك تصور اي عملات عندك وش وظهر وتكتب بياناتها، وتبدأ تعمل الاعلان بتاعك على الجروبات بتاعت العملات القديمة. تحدد برضه السعر بتاعك بحيث ان المشتري هيدخل يشوف الاعلان بتاعك، هيتواصل معاك ويشتري العملات بتاعتك ان شاء الله. طيب الناس اللي معاها عملات اللي هي عملات النوادر وعايزة تعمل بيها مزاد، في الحالة ديت انسى تطبيق أوليكس خالص، وابدأ بقى ايه، ادخل جروبات الفيسبوك عشان تقدر تعمل مزاد ناجح جدا ويشوف الإعلان بتاعك. يعني أكبر كمية من الناس تقدر إنها تشوف الإعلان بتاعك. هتبدأ تصور العملة النادرة اللي معاك وش وظهر. بس أهم حاجة الناس اللي معاها عملات نوادر ما تنضفش العملة ولا بسلك معين ولا بصنفرة، لأن الحاجات دي كلها بتقلل من جرامات العملة. إن اللي بيشتري منك عملة نادرة بيوزن جراماتها والحاجات دي كلها. فما تنضفش العملات خالص اللي معاك ولا بسلك مواعين ولا صنفرة دي نهائي. سيب العملة بالتراب والطين اللي عليها، هتتباع زي ما هي. طيب هتتباع ازاي وتعمل المزاد ازاي؟ تصور العملة وش وظهر، وتبدأ تدخل تعمل المزاد بتاعك. مثلا لو العملة عاملة 30,000 جنيه، هتبدأ المزاد بتاعك مثلا ب10,000 أو ب15,000 اللي يريحك خالص. وحاول تخلي الرفعة يا ب300 يا ب500 ديت برضو اللي يعجبك. وتسيب برضو رقم تليفون للتواصل. وأهم حاجة تخلي المزاد بتاعك متاح لمدة 48 ساعة، وانسى فكرة 24 ساعة، لأن 24 ساعة مش كافية إن هي تظهر الإعلان بتاعك أو المزاد بتاعك على الجروب كله. لكن 48 ساعة وقت كافي جدا للناس إن هي أكبر عدد إن هو يشوف المزاد بتاعك. بعد 48 ساعة اقفل المزاد وحط البند في المزاد ان هو بعد 48 ساعة هيتم قفل المزاد. تمام. محدش يدور على جنيهات 2007 لان الجنيه بجنيه، وجنيهات 2005 اللي هو لا ينجذب ملوش اي قيمة، برضو قيمته من 10 ل5 جنيه مصري. اما جنيه 2005 اللي هو ينجذب للمغناطيس دوت بيكون سعره 100 جنيه مصري. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يعملنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل.
عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.